السلام عليكم. اليوم نحضر معكم شوربه بالخضار اللي كتجي لذيذه بزاف، كتجي روعه روعه. الصراحه واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. وهنايا كنحضروها العشاء خفيفه، وفي هذا البرد كنحتاجوها بزاف. ودابا غندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا عندي الخضار ديالي، عندي هنايا واحد خيزوة كبيرة اللي قطعتها هكايا مربعات صغار. وهنايا عندي جوج قرعات خضرين اللي قطعتهم حتى هما مربعات. وهنايا عندي القرعة حمراء اللي قطعتها حتى هي مربعات. وهنايا عندي المكور اللي قطعته هكايا قطع صغار. وعندي هنايا جوج بطاطات حتى هما قطعتهم هكايا مكعبات صغار. وهنا عندي واحد بصله خضاريه اللي درت انا. صراحه كتجي زوينه بزاف. ما درتش البارو ودرت البصله خضاريه وقت هادي، وكتجي زوينه وكتعطي واحد المذاق زوين. وعندي هنايا مطيشه سوريز، الطماطيشه كتجي معاها زوينه بزاف. خصوصا انا كتعجبني في هاد مطيشه سوريز، كدير تعطيها واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. وهنا عندي كاس ديال الزيت، وعندي شويه د الربيع. هنايا عندي الخرقوم والتحميرة والملحة والإبزار. وعندي هنايا الربيع، الكرافس والقزبور والمعدنوس اللي قطعتهم هكايا. قطعتهم عشوائي ماشي مشكل، لأن غادي نطحنو الخضر ديالنا، السوبة ديالنا غادي نطحنوها في الأخير. صافي. هنايا في الطنجرة كندير الزيت وكدير الخضر ديالي اللي قطعتهم كلشي هكايا طريفات صغار باش دغيا يطيبوا لينا. ماشي مشكل نقطعوهم كبار ولا صغار، المهم لان كلشي غيطحن في الاخر. هنايا غير على حسب الطياب باش دغيا يطيبوا لينا. هنا كندير كلشي وكنزيد هذيك العطريه فوق من الخضر ديالي وكنديرها فوق البوطه تشحر لينا. بحال الا غادي نديرو المرقه، الا غنطيبو هكايا في الطنجره الخضره ديالنا واللحم يعني بحال الطياب تماما. كنشحروها مزيان هكايا، وعاده غادي نزيدو الماء. ما غاديش نديروها هكاك ونزيدو عليها الماء، ضروري تشحر كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. اللي ما كيبغي هاد الزيت النباتي يدير زيت الزيتون حتى هو كتجي زوينه فيه. وصافي. هنايا كندير ليها الماء هكايا تقريبا شي 3 لتر ديال الماء فاش طيب وفاش يطيب لينا دوك الخضار. ويتبقى لينا الماء هذا، يبقى لينا المرق هكايا اللي غادي نطحنو باش ما تجيش ما تجيش تاني الشوربه ديالنا ما تجيش ثقيله بزاف وما تجيش تاني خفيفه، ما تجيش جاريه. على هذا القوام هكايا كنخلي فيه هكايا كما كتشوفوا، كنخليها هكايا باش يبقى لينا فاش نطحنوها ما تجيش جاريه بزاف. كتجي خايبه الا كانت جاريه بزاف، وما كتجيش تاني ثقيله بزاف. هكايا كنطحنها انا. كنطحنها هكايا بحال هذا الشكل هكايا حتى كطحن لينا مزيان. صراحه الخضره طايبه دغيا كطحن وكتجي ثقيله شويه بحال هكايا. المهم تشوفوا هكايا بانت في داك اللون، ماشي هو هذاك، هذا هو اللون ديالها الاصيلي. هذاك اللون معضو بزاف وبانت بيضه بزاف، ما اللون ديالها هو هذاك الصفر. صافي. كتجي ثقيله بحال هكايا، كتجي ما جاريه بزاف وما ثقيلاش تاني بزاف. هكايا كتجي زوينه بزاف. كنديروها للعشاء وكنرافقوها مع البيض مسلوق او مع شي حاجه خفيفه هكايا. في هاد البرد هكايا كنبغيو شي حاجه سخونه. وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها وبالصحه والراحه.